الله الرحمن الرحيم. انطلاقا من توجيهات معالي السيد وزير الداخلية المحترم، والسيد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية المحترم، والسيد مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة المحترم، بدأنا بتنفيذ الأوامر الصادرة إلينا والتوجيهات الصادرة من معالي وزير الداخلية المحترم بشأن الدوام من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 7 مساء وبنظام شفتين. تم توزيع واستنفار كافة كوادرنا، حيث يبدأ الشفت الصباحي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 مساء، والشفت الثاني يبدأ من الساعة 2 مساء إلى الساعة 7 مساء. استنفرنا كافة كوادرنا في كافة دوائر البطاقة الوطنية، البالغ عددها 16 دائرة بطاقة وطنية، ابتداء من قضاء الدجيل إلى قضاء الشرقاط، لامتصاص أكبر عدد من المواطنين، زخم المواطنين. الحمد لله الأمور تحت السيطرة، وتم استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين. حاليا دوائرنا لا يوجد فيها ازدحام وتوجد فيها انسيابية عالية في العمل. كذلك بالنسبة لموضوع الجوازات أيضا بدأنا العمل بنظام شفتين وكافة مفاصل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة. بالنسبة لموضوع طباعة البطاقة الوطنية، الطباعة هي مركزية في مطار بغداد الدولي. حاليا احنا مستلمين بطاقات لغاية 4/4/2022، لكن السيد معالي وزير الداخلية المحترم أولى اهتمام كبير بهذا الجانب، وتم حاليا وصول 1,000,000 بطاقة لغرض الطباعة. هذا الأسبوع إن شاء الله سوف يشهد طباعة قسم من البطاقات الوطنية التابعة لمحافظتنا، وفي طور أنه طباعة كافة البطاقات في الأيام المقبلة إن شاء الله. أود أن أوضح شغلة أنه المواطن، أنه بإمكان المواطن بعد الطباعة بعد تصوير البطاقة الوطنية وتوليد الرقم الوطني، بإمكانه الحصول على صورة قيد إلكترونية التي تعتبر مستمسك رسمي نافذ، بإمكانه أن يحصل من خلالها على جواز سفر ومراجعة أي دائرة من الدوائر الموجودة في المحافظة. العميد الحقوقي هشام عبد الكريم العزاوي، مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة صلاح.